ثم كتمثلوا الشعب المغربي كامل، كتمثلوا المغاربه اللي بغاو الاحترام ديال الاسلام. لان المغاربه اللي في ديورهم واللي ما خرجوش اليوم واللي خرجوا في 20 فبراير واللي كيخرجوا دائما الى حيث واحد القله قليله بغاو يكثروا الاسلام. وبغيت نقول لجلاله الملك، يا جلاله الملك، الاحترام للاسلام في المغرب لا ينال المكانه التي يليق بها. المشرفون على الإعلام يضيعون شبابنا ويأتون بالشواذ يظهرونهم في تلفزيوننا الذي يبدأ بالقرآن ويختتم بالقرآن. الشعب شهيد بالقواسيس، الشعب يريد إلغاء القوانين، الشعب يريد إلغاء القوانين، الشعب يريد ولهذا كما قال الأخ رئيس الحركة والأخ رئيس النقابة، أي دستور تتراجع فيه مكانة الإسلام سنحاربه بكل ما أوتينا من قوة. أنا باغي نقول لهذوك الناس اللي اتهمونا بالمسؤولية المعنوية في 16 مايو، الناس اللي فسدوا الانتخابات ديال 2007، الناس اللي دار لهم حزب وخدا المرتبة الأولى. فين هي المرتبة الأولى اليوم؟ علاش ما بقيناش كنشوفوكم؟ علاش ما تهبطوش تدافعوا على الملكية اللي كنتو كتقولوا كتمثلوا المشروع ديالها؟ فين الرجلة ديالكم؟ عرفتوا ترجعوا علينا غير في 2009. عرفتوا بالمكر والخداع والألاعيب والسلطة والقضاء، عرفتوا تديو لينا وجدة وطنجة والدار البيضاء والرباط. واش تصوتوا بهذه الطريقة هذه غتحكموا المغرب؟ واش إذا ما حكم المغرب؟ أريد أن أقول لجلالة الملك، يا جلالة الملك، خذ احتياطك من بعض المقربين منك، فإنما يقولون لك مكر وخداع يستفيدون منه ويسيئون إليك وإلى ملكك، وهذا لا نقبله نحن. المفسد في الحالات، المغرب ماشي ديالك، المفسد في الحالات، والمغرب ماشي ديالك. المغرب يا جلالة الملك، وسمحوا لي الخاطر جلالة الملك، المغرب يا جلالة الملك يحبه. ونقول عاش الملك يسقط الفساد. ولكن يا جلالة الملك، بغى ديمقراطية حقيقية وأحزاب فيها ولاد الشعب اللي عندهم الكبدة عليه. المغرب بغاو وزراء اللي كيحبوا بلادهم وعندهم الصلاحيات باش يخدموها. الله أكبر. المغرب ما بغاش المتعامرين، ما بغاش اللي